هذه إذاعة إرنا. مرحبا بكم آنساتي سيداتي سادتي إلى برامج هذا اليوم الجمعة 23 من أغسطس. في هذه النافذة الأسبوعية تتابعون برنامجا خاصا بشأن منتدى الأمهات الإريتريات الموسع لإنقاذ الوطن والشعب، الذي سيبدأ هذا اليوم في مدينة فرانكفورت الألمانية. وفي مستهل هذه الفترة إليكم نشرة الأخبار، هذه مقدمتها. منتدى الأمهات الإريتريات لإنقاذ الوطن والشعب يبدأ فعالياته اليوم بمدينة فرانكفورت الألمانية وسط حضور فعاليات سياسية ومنظمات مدنية ووسائل إعلام. نحو 132 مليون شخص بحاجة إلى حماية ومساعدات إنسانية دولية في بحر هذا العام 2019. كانت تلكم سيداتي سادتي مقدمة النشرة، وإليكمها بالتفصيل مع أحمد شريف. هذه إذاعة إرنا. تأكيدا على أن البلاد تعيش وضعا سياسيا مترديا، تقدمت عدد من الأمهات الإريتريات اللاتي فرض عليهن الواقع السياسي المزري في إريتريا العيش خارج وطنهن، تقدمن بمبادرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل العربدة السياسية التي تعيشها إريتريا منذ طرد آخر مستعمر أجنبي في البلاد عام 1991. وينعقد المنتدى بمدينة فرانكفورت تحت شعار منتدى الأمهات الإريتريات لإنقاذ الوطن والشعب، حيث تستمر فعالياته السياسية والثقافية من 23 وحتى 25 من أغسطس الجاري. ووفقا لمعلومات أدلت بها اللجنة التحضيرية للمنتدى، ستشارك فعاليات المنتدى شخصيات سياسية ووطنية وأكاديميون وإعلاميون إريتريون وألمان، كما سيشمل أعمال المنتدى كلمة اللجنة التحضيرية، ثم كلمات رجال الدين، ورسالة الأمهات المناضلات والشباب، بالإضافة ما يتعلق باللاجئين الإريتريين في ليبيا، وكذلك الكلمات التضامنية. جدير بالذكر أن المنتدى ستقدم فيه أوراق عمل عديدة، منها ما يتعلق بشأن المصالحة، وورقة أخرى تتعلق بالدبلوماسية، كما سيتم مناقشة مسودة الهيئة التنسيقية بلجنة مبادرة الأمهات. وفي الختام ستقدم مخرجات ورش العمل بعد المصادقة عليها. وتؤكد المصادر بأنه سيتم انتخاب قيادة منتخبة على أن تقوم اللجنة التي تم اختيارها أداء القسم أمام كل المشاركين في فعاليات منتدى مبادرة الأمهات لإنقاذ الوطن والشعب. للمزيد حول الظروف العامة التي ينعقد فيها المنتدى وغيرها، تابعوا حلقة هذا اليوم من برنامج النافذة ضمن هذه الفترة. أنباؤنا هذه سادتي تأتيكم من إذاعة إرنا الدولية في باريس. ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن نحو 132 مليون شخص سيكونون بحاجة في العام 2019 إلى حماية ومساعدات إنسانية دولية في 42 دولة حول العالم، وفق توقعات تشير أيضا إلى أن المساعدات لن تصل إلا إلى 93 مليون منهم بالعام نفسه. وبمناسبة اليوم العالمي للإغاثة الإنسانية الذي وافق 19 من أغسطس، تتجه أنظار نحو أوضاع وأحوال الدول والشعوب المحتاجة للمساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم. ووفق معلومات جمعها مراسل الأناضول استنادا إلى تقرير التقييم الإنساني العالمي 2019 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، اتضح أنه رغم زيادة معدلات التنمية في دول العالم، إلا أن هناك شخص من بين كل 70 شخص بحاجة إلى مساعدات لأسباب عدة، منها النزاعات والكوارث وانعدام الأمن الغذائي والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر والتهجير القسري. وتحتل اليمن التي تشهد أزمة إنسانية خطيرة المركز الأول في ترتيب أكثر الدول احتياجا للمساعدات الإنسانية، تليها سوريا التي تواجه أزمات وحربا داخلية وكوارث، ثم دول الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان.
وفي ذات السياق فإن دولة جنوب السودان سجلت قيمة الاحتجاجات الإنسانية أو الاحتياجات الإنسانية ب1.72 مليار دولار، توفر منها 1.3 مليار. ذلك في الصومال تم توفير 796 مليون دولار من إجمالي 1.54 مليار هي قيمة الاحتياجات الإنسانية فيها في العام الماضي. أما في نيجيريا فقد تم تأمين 677 مليون دولار من إجمالي 1.5 مليار دولار قيمة الاحتياجات المطلوبة. أما في الكونغو الديمقراطية التي تعاني من انتشار الأمراض المعدية فبلغت قيمة الاحتياجات الإنسانية اللازمة العام الماضي 1.68 مليار دولار، تم توفير 733 مليون دولار منها، فيما بلغت في إثيوبيا قيمة تلك الاحتياجات 1.18 مليار دولار، توفر منها 635 مليون كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الأناضول. وإجمالا قدرت قيمة المساعدات الإنسانية العام الماضي ب 24.88 مليار دولار، لم يتم توفير وتغطية سوى 56% من هذا المبلغ. سيداتي سادتي، تابعتم نشرة الأخبار من إذاعة إرنا الدولية في باريس. وقتا ممتعا سادتي أرجوه لكم مع فقرات برنامجنا لهذا اليوم. السلام عليكم. هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم سادتي إلى هذه النافذة، والتي نطل من خلالها على مبادرة الأمهات الإريتريات الذي سينعقد في فرانكفورت من 23 وحتى 25 من أغسطس الجاري، كما تابعتم في نشرة الأخبار لهذه الفترة. التحية للمرأة الإريترية وهي تتأهب هذه الأيام، التحية لها سادتي، وهي التي غرست بذور التضحيات للشعب الإريتري، وهي التي مهدت الطريق منذ الأربعينيات وحتى تاريخه. تحية للأمهات في الداخل والخارج، وهن يقمن بهذه المبادرة، فأهلا ومرحبا بكم، والتحية لهن مجددا. هذه إذاعة إرنا. أعزائي المستمعين، التاريخ الإريتري حافل بتاريخ المرأة الإريترية الناصع، وكما قلنا سواء في بداية الأربعينات وحتى هذا التاريخ، فإن تاريخ المرأة الإريترية مرصع بكل التضحيات ومعمد كذلك بوقفاتها وبطولاتها الشامخة. بالتالي فإن هذه المبادرة ليست هي المبادرة الأولى، ولكنها تأتي في صياغ التاريخ المشرف للمرأة الإريترية، امتدادا من تربيتها للأبناء، ثم تقديم كل ما يمكن تقديمه للمناضلين من أزواجها ومن أبنائها ومن بناتها كذلك. فالمرأة الإريترية هي عماد وعمود الثورة التي قامت عليه الثورة وقامت عليه إريتريا. وبالتالي ليس غريبا سادتي أن تقوم المرأة وبمبادرة كهذه التي تنادت لها منذ فترة طويلة، وهي استقراء للواقع الذي تعيشه إريتريا. وبالتالي سيداتي سادتي، فإن استشعار المرأة بالخطورة التي تمر بها إريتريا ليس جديدا، أو فلنقل كلما شاركت المرأة الإريترية في أي عمل وفي أي نهضة وفي أي ثورة، فإن الثورة كما أكدها التاريخ مرهون بنجاحها أو مكتوب لها النجاح. وبالتالي سيداتي سادتي، دعونا نتساءل في البدء: ما هي الظروف والأجواء التي سيلتئم في ظلها التنادي للأمهات الإريتريات، أو منتدى فرانكفورت الموسع لمبادرة الأمهات الإريتريات من أجل إنقاذ الوطن؟ ما هي الظروف التي ينعقد في ظلها هذا المنتدى؟ يكفي سادتي عنوان المنتدى وهو إنقاذ الوطن،
ذلك يؤكد أن الوطن يقف اليوم في زاوية حرجة وفي مرحلة من التاريخ الحرج إلى أن استجوب إنقاذه. هذه أول ملاحظة لا بد من تأكيدها، أن هذه المبادرة لا تأتي لمجرد مبادرة، ولكنها تأتي أن الوطن مهدد بالزوال ولا بد من إنقاذه. ولذلك يتزامن ذلك أيضا مع دخول البلاد مرحلة خطيرة، بمعنى أن تكون أو لا تكون كل المهددات التي نراها أمامنا. زمان كنا نبكي على المشروع الوطني عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لكن اليوم نتوقف ليس في المشروع الوطني فقط، ولكن في الوطن برمته. الوطن أن يكون أو لا يكون، هذا منعطف خطير في تاريخ البلاد، ثورة ودولة وعملا سياسي. وبالتالي يأتي هذا المنتدى في أحرج فترة تاريخية تمر بها إريتريا. ثانيا، يأتي كذلك هذا المنتدى في تزايد معاناة الشعب الإريتري، والأمهات كما قلنا أكثر من يدفع فاتورة تلك المعاناة، من تقديم أبنائها وبناتها حتى أزواجها. يعني كثير من الأمهات أصبحن أرامل بفعل العربدة السياسية لنظام أسمرة، أو دعونا نقول مجموعة السياس وزمرته التي تتحكم في البلاد. وبالتالي هذا المنتدى يأتي في ظل تزايد المعاناة للشعب الإريتري، كذلك يأتي في ظل حالة اليأس والإحباط من فعل وتحركات والاتجاه المعاكس أو ما يسمى بالمعارضة الإريترية. بالتالي فإن هذه المعارضة مرت بظروف يعني كانت مؤاتية لها أن تنقذ الوطن وتنقذ الشعب، ولكن كل ما تغيرت الظروف وتغيرت الموازين في القوى الإقليمية والدولية، النظام أو مجموعة السياس وزمرته في إريتريا هم الذين يتغيرون ويتلونون ويتبدلون من أجل المصالح، إلا ما يسمى بالمعارضة الإريترية. بالتالي ربما المرأة الإريترية استشعرت هذا الروتين غير المجدي، وبالتالي تقدمت بالمبادرة. وليست جديدة كما قلنا، إن الجهات الفئوية أو منظمات أو كالمرأة والشباب والطلاب وغيرهم يقومون بمثل هذه المبادرات، ولا ننسى مبادرة الشباب التي تحدثنا عنها في هذا البرنامج وغيره. لكن أن تأتي المبادرة من الأمهات، وطبعا يعني نظمنا حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على وسائل الإعلام التي تعمل وتنشط في إطار تفعيل وإحياء الروح الوطني للشعب الإريتري. قمنا الأمهات بمبادرات بكل اللغات الإريترية وغير الإريترية كذلك، من أجل شحذ الهمم واستنهاض الهمم التي تنظر إلى إريتريا التي تقف اليوم في النقطة النهائية من الزاوية التاريخية، وربما كما قلنا أن استشعارهن لإنقاذ الوطن هو الذي دفعهن لمثل هذه المبادرات. كذلك يأتي هذا المنتدى في ظل تراجع وتيرة الحس الوطني والبحث عن مخارج ذاتية وشخصية. كل يبحث عن مخارج لذاته وشخصه، أو على الأقل على أسرته، ولكن في هنالك تراجع للمشروع، الإحساس بالعيش الجماعي، الإحساس بالحقوق الجماعية، الإحساس بالمستقبل المشترك. هذه أيضا في ظل هذه الأجواء يأتي هذا المنتدى. بالتالي كل هذه المصوغات وغيرها أكيد هي التي تجعل من هذا المنتدى هام ويتطلع إليه الشعب الكثير، لأنه أي مبادرة تشارك فيها المرأة أو تقودها المرأة حقيقة مرهون له بالنجاح. ويكفي أن الثورة الإريترية عزيز المستمع كان ثلث جيشها من المرأة المقاتلة، وكذلك نستطيع أن نقول بل كانت هي أكثر من الثلث إذا كانت المرأة في الميدان هي التي تطبب وتدخل المعارك، فإن الأمة الإريترية في الداخل وفي المدن وفي معسكر الشتات وغيرها كانت هي الزاد. وبالتالي إذا ما قلنا أن الثورة الإريترية كانت ثورة الأمهات وثورة الأخوات
وثورة الزوجات ليس لا نكون بعيدا عن الحقيقة، والمجال لا يسمح للحديث عن دور الأمهات. فكل بيت مناضل، كل بيت قدم الاستشهاد، كانت الأم هي أول من تدفع الفاتورة. ولو لم تكن الأم هي التي يعني تدفع الرجال والأبناء والبنات، لما كانت للثورة الإريترية اسما يذكر. كذلك أعزائي المستمعين، أهمية هذا المنتدى أو واقعيته أو إحساسه الكبير يأتي كذلك أنه يعني هنالك دعوات رسمية قدمت لهذه الأحزاب التي أشرنا إليها في ظل تراجع العمل لديها، لكن هذه المبادرة لم تلغي حتى الأحزاب أيا كانت مستوياتها وأيا كانت عطاءاتها، ولكن كثير من تلك الفعاليات السياسية ستشارك في هذا المنتدى، وقدمت الدعوات لكثير من الناشطين في العمل السياسي بشكل أو آخر. كذلك ما لا بد أن إشارة إلى المبدعون الذين سيشاركون في هذا المنتدى. جميل جدا أن يشارك عدد من المبدعين، وعلى سبيل المثال نذكر الفنانين والعازفين الذين سيشاركون. سيشارك الفنان أفورقي منقشة، والفنان الكبير إيوب هيلي، والمبدع باولوس تخلزجي، وكذلك الفنان الجميل والمبدع والعازف، أعتقد هو من العازفين، سعيد سالم. أيضا سيشارك كبرآب تخلي، داويد زرزجي، ومبرهت والداي، وغيرهم من المشاركين من المبدعين. أيضا ستكون هنالك تغطية إعلامية، أعتقد سيشارك عدد من الإعلاميين والذين يعني نقدر جهدهم للتفاعل والمشاركة لمثل هذا البرنامج الوطني الكبير. كذلك سيداتي سادتي، ربما لم يأتي مصادفة أن يعقد هذا المنتدى في شهر أغسطس من 23 وحتى 25، لكنه يأتي في استعدادات لذكرى عزيزة وطنية كبيرة، وهي الاحتفال بأعياد سبتمبر، الثورة المجيدة في ذكراها 58. وبالتالي يحتل هذا المنتدى أنه يأتي قبل أيام من ذكرى انطلاق سبتمبر، ذلك استلهاما لروح سبتمبر، أهداف سبتمبر، مبادئ سبتمبر. وبالتالي يحتل هذا المنتدى مكانة هامة حتى في التاريخ. وكذلك لماذا فرانكفورت؟ قد يتبادر السؤال إلى المستمع. لم يكن هنالك مكان آخر أن يعقد فيه مثل هذا المنتدى. نعتقد أن أوروبا ربما والأمهات الإريتريات، سواء كان في ألمانيا أو في السويد أو في بريطانيا وفي أوروبا بشكل عام، المرأة الإريترية متواجدة هناك بكثافة، والعمل الوطني الكبير للمرأة وتحركاتها مشهود له، وبالتالي قد تكون هذه هي المصوغ المنطقي والموضوعي لانعقاد هذا المنتدى في فرانكفورت. وهذا من جانب يؤكد استغلالية هذا المنتدى. ليس هنالك اشتراطات من الدول التي تستضيف مثل هذه المنتديات، ومعروف أن في أوروبا يعني تماهيا وتمشيا مع الحرية والتعبير عن الرأي وغيره، ربما انعقد هناك في فرانكفورت هذا المنتدى. ومعروف طبعا يعني فرانكفورت حتى بمواجهة للزمرة الحاكمة في إريتريا، سياس ومجموعته، كثير من الأنشطة السياسية والأنشطة الإعلامية والثقافية تشهدها مدينة فرانكفورت. معروف طبعا كغيرها من المدن الأخرى الموجودة على في أنحاء العالم. أعزائي المستمعين، لا زلتم مع إذاعة إرنا الدولية من باريس، وهذه الحلقة أو البرنامج الخاص من النافذة الإعلامية، ونطل من خلالها على مبادرة الأمهات الإريتريات الذي سينعقد في فرانكفورت من 23 من هذا اليوم يعني وحتى 25 من أغسطس الجاري، وسط اهتمام إريتري كبير بهذا المنتدى. كونوا معنا سادتي، وهذه الحلقة من النافذة الوطنية تأتيكم من إذاعة إرنا الدولية في باريس. هذه إذاعة إرنا.
أعزائي المستمعين، نحييكم مرة ثانية في هذه الحلقة الخاصة وفيها تغطية لمبادرة الأمهات الإريتريات، أو حديث عن ذلك المنتدى، منتدى فرانكفورت الموسع الذي سيلتئم يبدأ هذا اليوم ويستمر لمدة 3 أيام. ما يؤكد نجاح هذا المنتدى أنه سيقدم العديد من الأوراق. نحن سنستعرض البرنامج بشكل عام بعد قليل، ولكن أن لا يغفل، أن لا يكون بلغة واحدة. هذه برضو من مؤشرات النجاح لهذا المنتدى. هنالك منتديات ولقاءات كثيرة تعقد بلغة واحدة، وهذا ما يجعل فاقد اتصالي وفاقد وطني في نفس الوقت، وفاقد يعني استشعار بالمسؤولية كذلك. اللغتين العربية والتجرينية موجودة في هذا المنتدى، وهذا هذه ظاهرة وطنية تحمد وتحسب لصالح الأمهات اللائي قمنا بمثل هذه المبادرة. ومن هنا نشكر ونتقدم باسم كل المستمعين لكل الإعلاميين والزملاء الذين شاركوا وبادروا وضحوا وقدموا ما يملكون، ضحوا بالكثير من أجل إنجاح أو المشاركة بالأفكار، بالترجمة، بالمتابعة. وأذكر على سبيل المثال الحصر زميلنا الأستاذ الإعلامي الكبير يوسف بوليسي، هو واحد من اللجنة المنظمة حيث تم انتخابه أو المشرفة على فعالية هذا المهرجان. ومن هنا نحييه تحية حارة، وهو الذي يربط المستمع العربي في إريتريا في الداخل والخارج بما يتعلق بترجمة الأشياء التي ينبغي أن تكون دائما على الأقل اللغتين العربية والتجرينية، ونتمنى كذلك أن تكون باللغات الوطنية الأخرى حتى ما تعم الفائدة، لأنه إنقاذ الوطن لا بد أن ينقذ بالجميع وليس بفكرة أحادية كما دخلته البلاد أزمتها منذ أن قامت المجموعة التي تريد أن تستحكم لوحدها وتفكر لوحدها وتجبر الناس على أن يفكروا كما تفكر. عزيزي المستمع، الآن نستعرض لكم البرامج التي نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، ولذلك وتحديدا يعني في زميلنا يوسف بوليسي نشر برنامج فعاليات منتدى الأمهات بفرانكفورت من 23 وحتى 25 من أغسطس الجاري. سيكون برنامج يوم الجمعة، ستقدم كلمة ترحيبية باسم اللجنة التحضيرية للمنتدى، وكلمات رجال الدين الإسلامي والمسيحي ستكون من الساعة 3 إلى الساعة 7 مساء. فقرة للأمهات المناضلات، وكذلك ستكون مداخلة للشاب أبراهام حول معاناة اللاجئين في ليبيا، وستكون هنالك فقرة عن دور الشباب في النضال، تقديم الشابين فاطمة موسى وأرمياس. كذلك ستكون هنالك فقرة لكلمات الحضور، وفقرة النساء المشاركات في المنتدى، وكذلك سيكون في اليوم الأول الحفل الغنائي الساهر، والذين سيشاركون المبدعون الذي أشرنا إليهم في هذه الحلقة. برنامج يوم السبت عزيزي المستمع سيفتتح من الساعة 7 صباحا إلى 9 بكلمة الناطق الرسمي باسم مبادرة الأمهات لإنقاذ الشعب والوطن، وكذلك ستقدم أوراق وهي على النحو التالي: ورقة المصالحة يقدمها الأستاذ تمسجن، ورقة القيادة يقدمها الدكتور إبراهيم سراج، ورقة الدبلوماسية يلقيها ويقدمها الدكتور كبرآب، ومسودة الهيئة التنسيقية بلجنة مبادرة الأمهات. بعد ذلك ستكون استراحة لما بعد الظهر، فترة أو هنالك فقرة أيضا للصليب الأحمر الألماني حول أوضاع اللاجئين الإريتريين. ستناقش أوراق التي قدمت كما التي أشرنا إليها قبل قليل. ستقسم المجموعات أو المشاركون إلى 3 مجموعات، وستتم مناقشة تلك الأوراق باستفاضة. بعد ذلك ستقدم مخرجات مجموعات ورش العمل والمصادقة على تلك المخرجات،
وسيكون هنالك عشاء وحفل غنائي وموسيقي. برنامج يوم الأحد سيكون كما هو معلن برنامج انتخاب القيادة واستراحة للغداء وصعود القيادة المنتخبة إلى المنصة وإجراء القسم أمام الحضور. عزيزي المستمع، هذا البرنامج الذي أمامنا والذي استعرضناه يؤكد على الوضوح والشفافية والعمل المباشر والعمل الشفاف الذي تفتقده إريتريا. كما قلنا سادتي أن إلى درجة أنه سيتم الانتخاب ويكون هنالك قسم أمام الجمهور وأمام الشعب، دعونا نقول، لأنه الشعب الإريتري سيتابع في الداخل والخارج هذا الحدث الكبير الوطني. نحن نعول على هذا اللقاء وعلى هذا المنتدى لأنه يحمل بشائر العمل الصحيح للمشروع الوطني، أن يقدمنا قسمهن وقسمهم أمام الأشهاد وأمام الناس. هذا ما تفتقده إريتريا. ليس هنالك مسؤول يقدم عندما يعين كوزير أو سفير أو أي شيء من هذا القبيل، لا يقسم ولا يتقدم إلى الناس. الناس لا يعرفون من هو الوزير الفلاني ومن هو عاد الرجل الأوحد الذي تسير البلاد على نهجه وعلى ضلاله منذ سنين. وبالتالي إريتريا لا تعرف غير ذلك القسم الذي يجبر عليه الشباب في معسكر ساوى، معسكر الإرهاب والترهيب والقهر والاستعمار. ولذلك هنالك هذا الشيء من أشياء التدليس على الأشياء، والغريب أنه يتم القسم باسم الشهداء ودفاعا للوطن وغيره من يعني يوم ربما نحن نتحدث في يوم من الأيام عن القسم كيف يتلاعب النظام ومجموعته بأرواح الشهداء وذكر الشهداء واستبسال الشهداء وبطولة الشهداء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. على كل أعزائي المستمعين، نحن سنتوقف هنا في هذه الحلقة من النافذة والتي كرسناها للحديث عن منتدى فرانكفورت الموسع، وهي مبادرة الأمهات الإريتريات لإنقاذ الوطن والشعب. نتمنى النجاح وسنتابع معكم سادتي مخرجات المنتدى مع المشاركين في المنتدى. حتى ذلكم الحين سادتي، هذا أحمد شريف يحييكم في الإعداد والتقديم مع زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون من إذاعة إرينا الدولية في الإشراف العام والهندسة الإذاعية والإخراج. ومجددا نبارك للمرأة الإريترية ونقول لها الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق كما قال الشاعر. ولذلك أعزائي المستمعين، نحن نراهن على هذا المنتدى ونجاحاته، ربما سيقوم برتق الفجوة وتضييق الفجوة والهوة القائمة، وإن شاء الله نتمنى أن ينقذ الوطن بمثل هكذا مبادرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرينا.